لو عندك اير فراير في البيت فاحب اهنيك، انت كده محطوط على التراك الصح. الاير فراير صحيه اكتر لو انت عامل دايت، وطبعا هتتجنب بقى المشاكل بتاعه القلب والشرايين اللي بيعملها الاكل المقلي، ولا ايه؟ في الحقيقه مش قوي كده، يعني في ابحاث بتقول ان برضو الاير فراير بتحمل شيء من الخطوره على امراض القلب والشرايين، بس هي طبعا احسن مليون مره من الحاجات المقليه. وخليني انا ازود حاجه صغيره، الاير فراير ممكن تكون بتحميك من طريقه طهي الاكل، لكن عمرها ما هتحميك من الاكل نفسه لو الاكل فيه مشكله. يعني لو انت بتاكل اكل دهونه كتير او سكرياته كتير، الاير فراير ملهاش دعوه، فما فيش مشكله، استخدم الاير فراير بتاعتك، بس انت اللي هتختار الاكل اللي هيتحط فيها. وبكده نكون وصلنا لنهايه رحلتنا، النصيحه ال30 من اصل 30 نصيحه في 30 يوم. يا ترى قول لنا ايه اكتر نصيحه نفعت معاك، او اكتر نصيحه عايز تعلمها للناس، ولو في نصيحه احنا ما اتكلمناش فيها قول لنا عليها. وافتكر ان الهدف من كل ده ان صحتنا وصحه ولادنا وصحه ابهاتنا وامهاتنا وكل الغاليين علينا تبقى كويس. فلو تعرف حد شير معاه الفيديوهات دي، يمكن تفرق في حياته في يوم من الايام.